في الساعات الأخيرة الماضية أعلن النادي البترولي نادي إنبي موافقته على انتقال نجم أحمد أمين أوفة إلى النادي الأهلي. ويعتبر أحمد أمين أوفة من مواليد 1996، عنده 27 سنة، وقيمته التسويقية على الترانسفير ماركت مليون يورو، طوله متر 89 سم، لاعب بتتوافر فيه كل مقومات النجاح حرفيا، مهاجم سوبر ومميز، بيسجل أهداف من خارج وداخل ال 18، وبيسجل برأسه على طريقة فيلافيو والكابتن عماد متعب بشكل مرعب، وده كان هدف من ضمن أهدافه في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي في نادي الزمالك. كان هدف غالي وثمين بالنسبه للاعب وكذلك الفريق البترولي، ويشبه هدف محمد عبد المنعم بشكل كبير جدا في مرمى الوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا في كازابلانكا، علشان الفريق البترولي يحصد الثلاث نقاط بفضل المهاجم القناص احمد امين اوف. كذلك امام فريق غزل المحله في بطوله الدوري دقيقه 85 بيحرز هدف غالي وثمين ايضا للفريق البترولي، ونادي انبي بيحصد الثلاث نقاط بفضل المهاجم المميز والمخضرم احمد امين اوفة، والمرشح بقوه للانضمام للنادي الاهلي. ومن ضمن مميزاته ايضا انه بيراوغ بشكل جيد وفينشر على المرمى بشكل مرعب ومميز، والقدم المفضله عنده القدم اليسرى وكذلك اليمنى. لاعب بدا مسيرته الكرويه مؤخرا في عمر ال 18 عام مع شباب نادي العياط في دوري الدرجه الرابعه، وبعد تألقه تم تصعيده للفريق الاول وقادهم للتأهل لدوري الدرجه الثالثه. في اول موسم له قدر يسجل 13 هدف في الدور الاول فقط مع نادي العياط، وده اللي دفع نادي الشرقيه للدخان ايسترن كومباني بالتعاقد معاه علشان في موسم 19-20 يقدم افضل مواسمه مع نادي ايسترن كومباني. سجل 27 هدف بجميع الطرق وقاد الفريق للتأهل لدوري الدرجه الثانيه، مما دفع نادي سيراميكا كليوباترا الى التعاقد مع احمد امين اوفة في موسم 2020-2021، وده يثبت قد ان في لاعيبه ممتازه في الدرجات الاخرى ولكن لم تجد من يكتشفها. ولكن احمد امين اوفة لم يحصل على فرصه حقيقيه مع نادي سيراميكا كليوباترا لانه باختصار نادي متعدد النجوم، وده شيء غريب بالنسبه لي خصوصا بعد تألقه مع نادي الشرقيه للدخان واحرازه لعدد غزير من الاهداف، علشان في موسم 2022 يعود لنادي ايسترن كومباني ويشارك في كأس الرابطه المصريه وقدر يسجل 3 اهداف في خلال 5 مباريات، واصبح المهاجم الاساسي لفريق الشرقيه للدخان. انتقل للنادي البترولي نادي انبي في صيف 2022-2023، كان بينافس على هداف الدوري المصري الموسم الماضي مع نجم زعيم الصغر الاتحاد السكندري مابولولو، واللي حصل على جائزه هداف الدوري المصري برصيد 16 هدف. وبمناسبه ان احنا اتكلمنا عن الانجولي مابولولو، نادي الاتحاد السكندري متمسك بشكل كبير جدا باللاعب، واحمد امين اوفة كان جه في المركز الثالث بعد احمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك اللي احرز 13 هدف، ولكن احمد امين اوفة كان احرز 12 هدف بكل الطرق. من ضمن مميزاته انه بيخلص من نص فرصه، وده اللي بكل تاكيد محتاجه النادي الاهلي. بكل تاكيد النادي الاهلي اصبح في اشد الحاجه للتعاقد مع مهاجم في يناير المقبل، خصوصا وان بشكل رسمي قد تحدد مصير صلاح محسن مع النادي وهو الرحيل لنادي فيوتشر. بالتالي النادي الاهلي سيصبح بيمتلك 2 مهاجمين فقط، هو محمود عبد المنعم كهربا والفرنسي انتوني موديس، خصوصا وان النادي الاهلي مشارك في اكثر من بطوله، على سبيل المثال الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا وكاس مصر والسوبر المصري بنسخته الجديده. بالتالي النادي الاهلي على موعد مع مدعكه كرويه في الموسم الجديد، يعني لا قدر الله لو كهربا او انتوني موديس تلاعب فيهم اتصاب، بالتالي النادي الاهلي سيصبح بيمتلك مهاجم واحد فقط، وده طبعا بكل تاكيد يتعارض مع النادي الاهلي واسم النادي الاهلي. اقل حاجه النادي الاهلي المفروض يبقى بيمتلك 3 مهاجمين على الاقل. ومن ضمن مميزاته لمسته حلوه على الكوره، روي فيتوريا مدرب منتخب مصر ابدع اعجابه ايضا باللاعب بشكل كبير جدا، من المتوقع ان هو يضمه لقائمه منتخب مصر، ولكن بعد بطوله افريقيا فعلا مهاجم من المهاجمين اللي محدش واخد باله منه على الاطلاق، رغم ان هو مكسر الدنيا حرفيا في الدوري المصري في الموسم الماضي وقبل الماضي والموسم الحالي. وانا كمشجع للنادي الاهلي اتمنى انضمامه، هيبقى اضافه للنادي بشكل كبير جدا. بس كده قول انت بقى كمشجع للنادي الاهلي رايك في اللاعب، وهل فعلا هيبقى اضافه للنادي في حاله انضمامه للفريق في انتقالات يناير المقبله ولا لا؟ ومع نهايه الحلقه كالعاده ما تنساش تصلي على النبي، ما تنساش تحط لايك للفيديو، ما تنساش تعمل فولو، وانتظرونا في الحلقه القادمه ان شاء الله.